ويكفي اليد يا نساء الكرامة، ويكفي اليد يا أحرار العدالة. واحد الانسان اللي يفعل فحال جميع الناس، حسب حقره، حسب ظلم، خرج السارع الى جانب اخوانه واخواته باش يستنكروا هذه السياسه اللي نهجتها الدوله تجاه هذه المنطقه هذه لسنوات طوال لما يقارب 60 سنه. اليوم تفرضت علينا جميعا، وانا شخصيا كنتكلم انه قبل الوفاه ديال الشهيد محسن فكري كنت كنحاول ندير بعض الفيديوهات، دوك الفيديوهات انتقد فيه سياسه الدوله تجاه هذه المنطقه هذه، وانتقد فيه كل شخص اراه يعني مثلا كيحاول يسترزق على ظهر هذه المنطقه هذه، خصوصا الدكاكين السياسيه. فبالتالي استوجب من علينا اننا نخرجوا ونبكيو. فانا شخصيا في الليله ديال الشهيد محسن فكري شفت بانه مادام انني كنت كندير فيديوهات وانتقد وكذا، وكنت كندعي الناس ابناء المنطقه انهم يخرجوا للشارع، ماشي مره ولا جوج في الفيديوهات قبل الحراك الشعبي اللي كيوقع دابا حاليا. فقلت ما يمكنش اننا غنبقى حبيس الفيديوهات وفي الفيسبوك فقط، خصني ضروري نخرج للشارع باش نترجم داك الشيء الى الميدان. داك التصاريح باش خرجوا بهم، ثم بعد ذلك يخرجوا واحد المده غير ما وصلش 24 ساعه يتراجعوا على الكلام ديالهم، يؤكد لنا انه التقارير التي رفعت كلها خاطئه، لم تستند الى اي حجه او دليل. يعني اتهام ابناء المنطقه اللي خارجين يرفعوا مطالب اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه والغاء ظاهره العسكره يتهمون يعني باتهامات خطيره دون استناد الى حجه، يعني بمثل الانفصال، مع العلم ان الملف الحقوقي ما رفعش حتى شي حاجه فيها الانفصال. وهذه الاتهامات فقط هي تصفيه حسابات على ظهر الحراك بين يعني الفئتين اللي باغين يتقربوا الى القصد على ظهر هذا الحراك. لا نعترف بتاتا بالدكاكين السياسي اللي باغي يلعب دور الوسطاء، لان الخطاب ديالنا كان موجه الى الملك، فالملك له كل الصلاحيات انه يختار الجهه اللي بغات تحاور معنا، ولكن يكون حوار جاد ومسؤول وتحقق المطالب.